بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بما أن رانا في موسم النجاحات، ربي ينجح جميع أولادكم إن شاء الله في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا إن شاء الله. اقترحت عليكم اليوم هذا التورتة، والله هذا الكيكة غير بيضة واحدة تخدميها في الدار تفرحي بها ولادك، والله تقدري ديريها لأعياد الميلاد، تجي خفيفة وبنينة بحشو بزاف بنين. نديرو جمع للفيديو. اللي ماشي مشتركة في القناة تضغط على زر الاشتراك، ونبدأ مباشرة في المقادير وفي طريقة التحضير. نبدأ أول حاجة بلاجينواز. عندي هنايا بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، نضيف عليها نصف كاس من السكر، وعندي نصف ملعقة صغيرة من لافاني. باستعمال الخلاط الكهربائي نخلط جيدا حتى نشوف باللي الخليط تاعي ولا ابيض وتضاعف في الحجم كما راه موضح في الفيديو بهذا الشكل. نجي نضيف عليه الآن ربع كاس من الزيت. هنا من الأحسن تستعملوا الخلاط الكهربائي، وإذا استعملتوا الفوي لازم تحركوا جيدا في كل مرحلة باش هكذا المقادير تاعكم يتجانسوا مع بعض. عندي نصف كاس من الحليب يكون دافي شوية، ما تسخنوش بزاف وما يكونش يعني بارد من الثلاجة. كي نحطوا الحليب ما نحركوش بزاف باش الخليط تاعنا ما يهبطش. جبت هنا كاس من الفارينه اللي يكون ممسوح، يعني الكاس ممسوح ما يكونش بومبي. ضفت نصف الكاس الاول، ونضيف كيس من الخميره الكيميائيه. ضروري نغربل المقادير تاعي. شوفوا هنا الخميره كيفاش يتشكلوا فيها هذوك الحبيبات، يعني لو كان ما تغربلوهاش راحين يبقاو لكم على شكل حبيبات في الخليط. هنا نستغناو على الخلاط الكهربائي فقط ونخلطه بالفوي. كملت النصف الكاس الثاني ونحرك. القوام تاع الخليط تاعنا ما لازمش يكون ناشف، لازم يكون مايل للسائل. الآن نجي نضيف ملعقة متوسطة من الخل اللي يعتبر كمحسن، ونحرك جيدا. جبت هذا المول اللي القطرة تاعو 18 سنتيمتر. اذا ما عندكمش ميطرة باش تكيلوه، يعني راني كيلته لكم بيدي، فيه شبر فقط. في القاعدة كنت فرشت له بابي كويسون، وفي الجوانب كنت دهنته بلا مارغرين ورشيته بالفارينة. هذا النوع من الليمول تلقاوه يعني خفيف، لو كان تحطوه مباشرة في الفرن رايحه تتحرق لكم، لذلك من الاحسن ديروا له بلاطو كما درت انا. دخلته للفرن وخليته حتى ادالي هذه التحميره من الاعلى. يعني نتوما على بالكم كيفاش الفرن تاعكم يطيب، يعني راهي غير مسكوتشو سهله للطياب. هنا كي تنحيوها خليوها تبرد باش ديموليوها، رايحه تديمولا معكم بكل سهوله. نحيت لها البابي كويسون اللي كان في القاعده. شوفوا كي ديروا لها البلاطو هذاك رايحه طيب لكم كيما من الاعلى كيما من الاسفل، يعني ما تخافوش عليها تتحرق لكم. نخليها تبرد جانبا، ونجي نحضر الكريمه تاعي اللي رايحه نغلف بها الكيكه تاعي. درت كاس من بودره شانتيي مع كاس حليب يكون بارد، ونخلط جيدا بالخلاط الكهربائي حتى تطلع لي شانتيي تاعي. انا شانتيي تاعي نستعمل لا مارك كريستال، يعني للافاده فقط. الثمن تاعها يعني ماشي غاليه بزاف، وتطلع والبنه تاعها مليحه. هنا جيت ضفت لها ملعقه كبيره من شوكولا الطالع، رايحه تمد لها بنه بزاف مليحه. نتوما هنا نكهو الشانتيي تاعكم بواش حبيتو. اذا حبيتو تخليوها هكذاك بيضه ما ديروا لها حتى ذوق، نتوما احرار. هنا لازم كي تقلبوا الريسيبيون تاعكم الشانتيي تاعكم ما تسيحش، فما تعرفوا بلي راهي في القوام المليح. هنايا الكيكه تاعي ولا المسكوتشو تاعي بعد ما بردت لي شويه، يعني سيرتو المبتدئات خليوها تبرد مليح باه ما تتفتت لكمش. هنا جيت حددت الوسط هكذا من الجوانب باش كي نقسمها يجيوني الطرفين بنفس السمك، يعني ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. هذه الكيكه صح تبان لكم صغيره، بصح رايحه توكل حوالي 6 اشخاص. شوفوا كيفاش من داخل تجي خفيفه ومهويه ومثقبه، تحسبوها يعني جينواز حقيقيه ماشي مسكوتشو. هنايا الجينواز تاعكم شربوها باش حبيتو. انا نحب نشربها بالحليب باش يحافظ على الذوق تاعها. نتوما اذا حبيتو ديروا شربات نتوما احرار. هنا شربوها ما تخافوش منها لانه رايحه تتشرب وما راح يصرى لها والو، يعني طبقه ديروا لها بالتقريب ربع كاس ولا شويه اكثر وما راح يصرى لها والو. نجي ندير طبقة من شانتيي، يعني طبقة تكون شوية مليحة.
ما نرقوهاش بزاف وما نخشنوهاش بزاف باش ما تجيش الكيكه تاعنا تقهم بالكريمه. هنا كما راكم تشوفوا انا ما عندي حتى حاجه يعني من الماتريال تاع الباتيسري، فقط عندي هذا الليسوز وليسيتها وجات ما شاء الله، يعني الصوره راهي امامكم. هنا في الجوانب ندير الكريمه بهذا الشكل، باه في الوسط نحشيها. نتوما حشيوها بواش حبيتوا. انا هنا عندي كونفيتور تاع الفراز صنع منزلي، كنت شاركت معكم الوصفه راهي في القناه. يعني دوكا الفراز راه الثمن تاعو رخيص، يعني راه وصل حتى ل10,000 الكيلو. اذا حبيتوا تخدموا وتخبيو اغتنموا الفرصه، لانه ما بقاش بزاف ويروح وقته. حطيت طبقه تكون مليحه. اذا حبيتوا تستغناو عليه نتوما احرار، يعني حشيوها بواش حبيتوا. تحبوا ديروا مثلا مكسرات، تحبوا ديروا شوكولاته، لا يعني نتوما احرار. تحبوا مثلا ديروا كونفيتير تاع برا ولا فرويور، ايضا نتوما احرار. حطيت الجزء الثاني ولا القسم الثاني من الكيكه تاعي ونشربوا بنفس الطريقه. كما قلت لكم شربوها جيدا، ما تخافوش منها، رايحه تتشرب وتجي مليحه. سيرتو اللي يحبوا لاطارت تاعهم تجي مشربه مليح، يعني ما تخافوش عليها تتعجن ولا تجي تسيح بهذيك الشربات، رايحه تتشربها وتجي مليحه. هنايا ديروا كيما انا الكريمه تاعكم حطوها في لابوش باش تجيكم الخدمه سهله. نبدا نليسي السطح هو الاول، بعدها الكريمه اللي تخرج لنا الجوانب نليسي بها الجوانب. هنا الكيكه تاعي يعني راهي رايحه تتغطى، ماشي ضروري اني نليسيها زعما 100%، يعني اعدلوها بالشي اللي تقدروا، لانه رايحه تتغطى، ماناش رايحين نخليوها هكذاك بيضه. ليسيتها بهذا الشكل نحطها في الثلاجه تبرد، ونجي نحضر الكاناش اللي رايحه نزين به من الاعلى. درت ربع كاس من الحليب مع 50 غرام من الشوكولا. استعملوا اي نوعيه حبيتوها، انا توفرت معايا هذه استعملتها. نتوما تحبوا تستعملوا ضاده ايضا راح تجي مليحه. حطيتها فوق نار خفيفه، يعني ما نقويوش النار باه ما تتحرقش. كي ذابت لي جيت ضفت لها ملعقه صغيره من لا مارغرين، ونضيف لها ايضا مقدار ملعقه صغيره مملوءه جيدا من كريمه شانتي اللي غلفت بها، راح تعطيها واحد البنه هايله. نحركه مليح، بعدها نخليه يبرد شويه. حطيته في ان بوش ونجي ندير خطوط بهذا الشكل، يعني سيحوا هكذا على الجوانب وخليوها تسيح بشكل عشوائي. هذوك الخطوط رايحين يمدوا لها شكل بزاف هايل في التزيين. هنايا بعد ما زينت الجوانب شونتي اللي فضلت لي حطيتها في لابوش، ونجي ندير دي روزات هكذا مع الجوانب. بالنسبه للشونتي انا كانت فضلت لي ربع الكميه. نتوما اذا استعملتوا نفس المول تاعي ديروا فقط كاس غير ربع، لانه انا قلت لكم فضلت لي ربع الكميه، مع اني حشيتها من داخل وغلفتها من برا وزدت هذوك لي روزات تاع التزيين وفضلت لي. كمية الغاناش اللي فضلت لي أيضا كنت حطيتها من الأعلى. بالنسبة للغاناش أيضا كان فضلت لي كمية. بالنسبة للتزيين زينوها بواش حبيتو. أنا درت لها هذا الموتيف تاع الهابي بيرثداي، تحبوا ديروها الأعياد الميلاد أيضا رايحة تجي بزاف هايلة. فوق هذوك لي روزاس درت هنايا حبيبات تاع الشوكولا، حطيتهم بشكل عشوائي. نتوما يعني زينوا باش متوفر عندكم، يعني انا زينت باش متوفر عندي في الدار، يعني ما كلفتش روحي. عندي ايضا هذه الفراشه كنت حطيتها في الجنب بهذا الشكل، وعندي هذيك الحلوى تاع التوت الحمراء، جبت 3 حبات وحطيتهم هكذا على شكل ورده. بالنسبه للكيكه تاعكم يعني حطوها في الثلاجه، خليوها تحكم روحها وتتشرب هذيك الكريمه. من الاحسن خليوها تستراح حوالي ساعتين ولا 3، ومن الأحسن تستراح ليلة كاملة باش تجيو تقسموها. أنا خليتها فقط ساعتين ولا 3 في الثلاجة، وقسمتها معكم في نفس النهار من أجل التصوير. شوفوا كيفاش جات بزاف هايلة. هذاك الحشو اللي لداخل زاد لها بنة على بنة. كما شفتوا هي غير مسكوتشو بحبة بيض، لكن كي تذوقوها ما تأمنوش تحسبوها يعني جينواز مخدومة بالقوانين تاعها. وهنا نكون وصلنا للنهاية. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. سلام.